السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شوات اقتصادية مع سميرة. اليوم البنات غادي نقدم معكم هاد الطورطة البنات اللي ساهلة ماهلة البنات، ويمكن لكم تصوبوها واخا ما عمركم صوبتوا الطورطة. راه غادي تصوبوها مع جينواز ناجحة البنات 100%. هانتوما كتشوفوا المنظر ديالها، راه طورطه ديال واحد الخطوبه، كوموند ديال واحد الخطوبه اللي صوبتها السيده اللي بغاتها على هذا الشكل هذا. راه البنات مكوناتها اقتصاديه، وهانتوما كتشوفوا الحجم ديالها كبير، العبر ديالها البنات غادي نذكروا معكم ان شاء الله بحول الله. هانتوما كتشوفوا المنظر ديالها البنات، راه كيجي رائع، وطورطه بسيطه وفي نفس الوقت سهله وراقيه في المنظر البنات. والفيديو ديالي اليوم هو هذا البنات. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من لايك البنات واشتراك بارطاج مع الاحباب والاصدقاء باش يوصلكم كل جديد ديالي. واللي كتشوف القناه ديالي لاول مره دير لي اشتراك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله بحول الله. المكونات الجينواز ديالي هما هادو. عندي 4 البيضات، قبيصه الملحه، 120 غرام ديال السكر سنيده، 120 غرام ديال الدقيق البنات. المكونات بجوج كيكونوا قد قد. عندي واحد الكيس ديال الفاني وواحد الخماره اللي انا كنخدمها في الجينواز ديالي دائما. يمكن لكم تستغناو عليها، راني كتكون نفس النتيجه. نخدم البيض ديالي مع السنيده. والبيضه البنات دائما يكون بحراره المطبخ، ما يكونش داخل الثلاجه باش البيض يطلع دغيا. كنخدم المكونات ديالي هما هادو البنات. راه ملي تبداو تطربوا البيض دون توقف، تبقاو تطربوا فيه حتى يطلع لكم البيض ديالكم. مع ديك الساعه يمكن لكم تسدوا الطرابه البنات. جربوها البنات، راه الطريقه هذه ساهله البنات، بدون قالب، بدون يعني صحن دوار، يعني هانتوما غتشوفوها بابسط طريقه. البيض ديال البنات طلع هو هذا، هانتوما كتشوفوا كيفاش رجع. راه كنكتب بيه وكيبقى يعني ديك الكتابه اللي كنكتب بها كتبقى فوق من البيض، واحد شويه عاد كتهبط. كل ما طلعتوا البيض ديالكم مزيان راه غادي يعطيكم واحد النتيجه احسن. دابا البنات غادي ندير الدقيق اللي قلت لكم. طبيعه الحال راه عندي 120 غرام ديال الدقيق. الدقيق البنات دابا نوعيه مزيانه. كنقسم داك الدقيق ديالي على 3 ديال الدفعات، لان ما يمكن لكمش ديروا دفعه واحده البنات، لان الدقيق كيتكتل وما يمكن لكمش تخلطوا بواحد السرعه باش تدخلوا داك الطحين فيها. على هذا الشيء احنا كنقسموا الخليط على 3 دفعات، وكنخلطوا على هاد الطريقه البنات من تحت للفوق من تحت للفوق. هذه هي الطريقه باش كنخلطوا. ديال الطريقه ديال الجينواز هي هذه البنات، باش داك البيض اللي طربتوه ما يتكسرش. دابا زدت الدفعه الثانيه البنات هي هذه، وغادي نزيد داك كيس ديال حلويات عفوا البنات، خميره الحلويات بحجم 7 غرام. وكنبقى بنفس الطريقه البنات كنقلب من التحت للفوق. الا ما عندكمش ها السباتيلا يمكن لكم تعملوا داك المغرفه ديال الخشب. هانتوما البنات واخا كندخل فيه الدقيق، ولكن شويه بشويه بواحد التقنيه رائعه البنات، راه كيبقى البيض نفس الحجم واخا كندخل فيه الدقيق. فهاد التوقيت هذا البنات كنكون دايره الفرن ديالي كيسخن. هانتوما البنات ملي كنكب الخليط راه كيبان لكم بحال اللي خفيف اسفنجي، يعني البنات راه باين القوام ديالو كيفاش داير. انا عندي اللاطه البنات هنايا كبيره واحد شويه. عندي لاطه ديال تقريبا 40 واحد 38 سنتيم ديال الطول ديالها. انا نقصت لها غير طويت داك الورق ديال الفرن وقديته بواحد 2 معلقات باش ما تسيح لياش لداك الجهه. وكنقاد لا جينواز ديالي على هذا الشكل هذا البنات، كنعطيها الفورمه ديال اللاطه اللي انا درت فيها، وكنبقى نقاد ليها الوجه ديالها مزيان حبات تجيني كامله مقاده، ما يجينيش واحد الجهه طالعه وجهه هابطه البنات. وكنديرها في الفرن ديال البنات، كنقص ليه العافيه مزيان بحال اللي غنطيب الكيك.
الوقت البنات باش كطيب راه 10 دقائق كتكون واجده البنات. الا دزتو كتر من 10 دقائق راه غادي تحرق معكم او غادي تجيكم يابسه. انا كنطيبها الفوق، يعني العافيه تحت منها 8 ديال الدقائق، وكنهبطها 2 دقائق لتحت، كتاخذ واحد اللون غير محمر غير واحد شويه، وكنخرجها باش كيبقى لي رطبه، وداك الجناب ديالها كيكونوا رطبين ما كنحتاجش نحيدهم، وغادي نخليها تبرد. انا البنات راني استعملت هنايا هولالا، هانتوما كتشوفوا راه لتر في هاد الكرتونه هذه ديال هولالا. وغادي نطلع لا كريم ديالي. انا بالنسبه للجينواز البنات راه خدمت 3 ديال الجينوازات، ما بغيتش نشارك معكم 3 لان الفيديو كيجي طويل بزاف. شاركت معكم غير وحده، راني درت الاولى ودرت الثانيه ودرت الثالثه، لان قلت لكم الطورطه كبيره البنات، حجم ديالها 3 كيلو. السيده بغاتها لواحد الخطوبه وبغاتها حجم ديالها كبير. غنطلع لاكريم ديالي. انا دائما البنات كنستعمل هولالا. هولالا راه متواجده البنات عند يعني اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، يعني هي راها تكون يعني الحجم ديالها كيتضاعف بزاف، وكتكون الخدمه ديالها يعني الا كنتي تخدمي شي طورطه كبيره راه هي اللي كتصلح. انا البنات عندي تما كينيطرو، ولكن انا راه بقات لي لا كريم بزاف. نتوما البنات لا ديروا الحجم هذا تستعملوا غيطرو لاروب صافي راه غادي يكفيكم. انا درت نص لتر كامل البنات، راه بقات لي الكريمه. ودابا باش نمونطيو الكيكه، العفو البنات الطورطه ديالي هي هذه. راه درت واحد البلاطو اولا سيبورا اولا اللي كنتو بغيتو تقدموها فيه غادي ديروه. عندي البنات هنايا السيرو باش كنسقي، درت 2 كيسات ديال الماء مع كاس ديال السكر سنيده وطبختهم مزيان ودرت فيهم قشور ديال الحامض، وكنسقي الكيكه لا جينواز ديالي مزيان. انا كنديرها على الوجه ديالها كما طابت، كما كنحطها على داك الوجه اللي طابت عليه. ودابا كندير لا كريم ديالي على هذا الشكل هذا. وكنسرح لا كريم ديالي. الا ما عندكمش هذا الموس هذا البنات باش تسرحوا لا كريم، راه يمكن لكم تقادوا لا كريم هذا، ماشي اشكال تقولوا ما عنديش هذا الموس ولا هذه باش نقاد داك لا كريم. راه يمكن لكم تقادوها غير بسباتيلا او بمعلقه او بموس عادي، يعني راه مهم راه اي حاجه غادي تقادها. ملي كنقاد الوجه ديال لا كريم ديالي الطبقه الاولى، كنزيد عليها الطبقه الثانيه هي هذا البنات، هي درتها على الوجه ديالها. انتما كتشوفوا ملي كنديرها في اللاطه راه كتجي مقاده البنات، ما كنحتاجش نقطعها بالموس وكنحطها متقاده. وهانتوما الجناب ديالها البنات راهم مرطبين بحالهم بحال الوسط. ملي كتخليوها بزاف في الفرن لا تحمرات بزاف راه الجناب ديالها كييبسوا وكيتحرقوا وكيجيو يابسين وكضطري تقطعيهم. انا ما قطعت منها والو، كما طيبت لا جينواز كما حطيتها كما بقات. كنسقي لا جينواز ديالي مزيان، كنبقاو على نفس الطريقه البنات، كنسقوها كما الاولى وكنديروا عاوتاني فوقها لا كريم وكنسرحوها بنفس الطريقه البنات. نتوما كما الطبقه الاولى كما الطبقه الثانيه. يعني الطريقه راه ساهله البنات، اللي ما عمرها خدمات الحلوى لا كريم راه غادي تخدمها، يتبعوا نفس الطريقه وراه غادي تنجح معاكم وغادي تعطيكم واحد النتيجه رائعه. وكنقادها مزيان على هذا الشكل هذا. كنبلس لها الوجه ديالها غير واحد شويه، يعني ماشي راه مازال غتجي فوقها طبقه اخرى. ودابا البنات غادي ندير فوقها الطبقه الثالثه ديالي والاخيره، اللي كنديرها على الظهر ديالها البنات، الظهر اللي كيكون محطوط في اللاطه ملي كتجي طيب، هذاك الظهر ديالها كيكون متقاد مزيان. نتوما البنات راني حطيتها وكنبقى نبرك عليها غير واحد شويه باش كتشد ليا البلاصه ديالها مزيان. وكنسقيها حتى هي البنات مزيان. الطبقه الثالثه البنات والثانيه غير سقيوها مزيان ما تخافوش منها.
انا درت 2 كيسان كما قلت لكم ديال الماء، وكاس ديال السكر سنيده، راه بقى لي منهم غير واحد شويه، واحد 2 معالق ولا 3 كلهم دخلتهم لان الطورطه كبيره. بنات انا لا كريم ديالي راه ما طلعتهاش المره الاولى كامله، طلعت النص باش قديتها ما بين الطبقات، وعاد طلعت النص التالي هو هذا. وراها لا كريم ديالي البنات في المونتاج راه طلعتها بزاف حتى عقدت ليا بزاف. داكشي علاش ملي جيت نفينيها راه ما عطاتنيش واحد الوجه ملس مزيان. نتوما ما طلعوهاش تترجع هكا، يعني تبقى يعني رطبه واحد شويه باش ملي كتجي تقادي لها الوجه ديالها كيبقى يكون داك الوجه متقاد وملس مزيان. وكنبقى بها بنفس هاد الطريقه هذه البنات، وكنقاد ليها الجناب ديالها. الجناب ديالها البنات راه ما كنديرش فيهم لا كريم بزاف لان غادي نغطيهم، كندير فيهم غير واحد الطليه خفيفه، وغادي نقاد لها الوجه ديالها البنات، وغادي نقاد الاطراف ديالها. ودابا البنات غادي نقاد لها الوجه ديالها بهاد السباتيله هذه. وملي غادي نقادها كامله البنات راه غادي نتلاقى معكم باش نوريها لكم. الطورطه هي ديالي هي هذه البنات. ملي قديتها كما قلت لكم الوجه ديالها راه ما كيجيش ملس مزيان، ملي كتخليو لا كريم حتى كتعقد كتطلعوها بزاف. هنايا البنات انا درت لها الكاوكاو كونكاسي. نتوما البنات راه كنديروا على الطريقه، راه ما جايش في التصوير باين. ها نتوما راه كنصاوبوا على هذا الشكل هذا، كندورها كامله حتى كنساليها. وكان داك لا كريم اللي شاط اللي كنديرها في البوش، وكندير لها واحد الوريدات على هذا الشكل هذا البنات هانتوما كتشوفوا. وبالنسبه للزين نتوما راكم تزينوا على حسب الذوق ديالكم. انا زينتها بهذا الشكل هذا، يمكن لكم نتوما تزينوها بشكل اخر، يعني الاختيار ديالكم. انا غير وريتكم كيفاش تخدموها، يعني بدون قالب راه تخدموا طورطه يعني ناجحه. هنايا البنات سالت ليا لا كريم، غادي نعمر البوش وكنكمل بنفس الطريقه البنات على هذا الشكل هذا. نتوما كتشوفوا راه كتجي زوينه البنات وكتجي ما شاء الله. وبالنسبه للزينه البنات انا درت لها واحد القليب في الوسط اللي طراسيته بواحد يمكن لكم طراسيوه بموس اولا بواحد العويد ديال كيردون. طراسيوه وغادي ديروا له واحد الوريدات صغارين بحال اللي درتو في الجناب. انا راه داك المقطع البنات تحت ليا. هنايا البنات انا دوبت الناباج وخليته حتى برد واحد شويه حتى دفى. والطورطاب ديالي البنات طبيعه الحال راها بارده، درتها يعني في المجمد حتى بردات ليا مزيان. وكنسرح الناباج عليها كامله بهذا الشكل هذا. ها نتوما كتشوفوا طبيعه الحال البنات الناباج ملي تذوبوه غتخليوه حتى يدفى واحد شويه، ما تكبوش فوقها هو سخون باش داك الكريم ما تذوبش. كنسرحو بالمعلقه على هذا الشكل هذا غير بالخاطر حتى كنساليه. ملي قديته كامل درت هنايا دوبت واحد شويه د الناباج ودرت معاه الملون ديال الفريز. نتوما البنات راه درتو بالملون الفريز على هذا الشكل هذا، راه كيعطي واحد الشكل زوين البنات ورائع. كما قلت لكم البنات هي راها بسيطه ولكن نفس الوقت راها زوينه البنات، جات عاطيه واحد المنظر زوين البنات. خصكم تشوفوها يعني على المباشر. عندي هنا البنات داك الوريدات باش كيزوقوا الطرطات راه كيتباع عند مستلزم الحلوي اللي كيبيع داكشي د الحلويات. تقولوا لي عطينا داك الوريدات باش كيتزوقوا الطرطات راه غادي يعطيهم لكم، راه كيتباعوا فواحد البوكيه. وكندير واحد شويه د لاكريم باش كنلصق داك الوريدات.
وبالنسبة لها وهاد الوريدة البيضاء البنات راه عندها واحد العويد داير بحال بلاستيك باش كتدخل في الطورطة. هذاك الوريدات البنات مع داك القليب الاحمر عطاوها واحد المنظر زوين. وكانت الطورطه ديالي البنات هي هذه، وها نتوما كتشوفوا انا كنزيد لكم حتى لعندكم باش كتشوفوها كيفاش جات. راه البنات كما قلت لكم راه جات رائعه وجات زوينه بزاف، ونتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله بحول الله. الى عجبكم هذا الفيديو البنات ما تنسونيش واحد اللايك البنات، راه بزاف البنات كيتفرجوا ليا وما كيديروش اللايك. هاد اللايك البنات هي اللي كتخلي الفيديو، راني كنقولها لكم دائما، كتخلي الفيديو يتشاف عند بزاف ديال الناس. ولكن للاسف بزاف اللي كيتفرجوا ما كيديروليش داك اللايك، ما عرفتش علاش. ومع السلامه الى فيديو قادم.